السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى ان شاء الله هنعمل احلى حلا بسيط وسهل وسريع واقتصادي كمان، موجود ان شاء الله في كل بيت. هنجيب هنبتدي الله الله الله، بجد طعم تحفه وحكايه. بص انا عايزه اقول لك جربي ومش هتندمي ان شاء الله. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا ونقول معايا كوبايه من السكر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وربع كوبايه من الكاكاو، وكوبايه من الحليب، ونص كوبايه من الزيت. دول كلهم هننزل بيهم في الخلاط وهنضربهم كويس قوي. بس قبل ما نضربهم هننزل بمعلقتين من الزبده المذابه اللي انا جبتهم دلوقتي، او معلقتين من السمنه البلدي، هيدوني طعم وتست حلو قوي بصوص الشوكولاته الاقتصادي اللي احنا بنعمله. بصوا ده شكل الصوص بعد ما ضربته حلو قوي قوي. وخلي بالك ان السكر لازم ينعم. وبعد كده هجيب 4 من باكت البسكوت الكبير، حجم كبير، وهضربهم كويس قوي في الكبه. لو ما عنديش هجيب كيس واحط فيه البسكوت كله وبايد الهون كده وانعمهم كويس قوي يا جماعه. وبعد كده اجيب بقى الصينيه بتاعتي او البوله اللي هعمل فيها، انزل فيها بالبسكوت الناعم بتاعي، وهنزل معاهم بنص كوبايه من السمنه السايحه السخنه، ومعاهم نص كوبايه من الحليب، وافضل اقلب. طيب بعد ما قلبت كويس انا عايزاهم لما اجي امسكهم واضمهم كده يبقوا متماسكين. طب انا لما قعدت اقلب ما مسكوش مع بعض، اكنهم زي حبه الرمل المبلول كده ما جوش. طب اعمل ايه؟ زي ما انا وريتك دلوقتي، هزود معلقتين تانيين من الميه او من اللبن زي ما انت الموجود عندك عادي اعملي. بس الميه هتبقى جميله ولذيذه عادي يا جماعه، مش هيبقى فيه اي مشكله. وبعد كده هجيب 4 مثلا من الموزات. وانا بعتذر على الاضاءه، مش عارفه هي كانت بتدرعش كده ليه، بس هي كانت بتدلعكم شويه يا جماعه. المهم هنحط بقى البسكوت بتاعنا، هنرص البسكوت كله كده بشكل منتظم في الصينيه لحد ما يبقى عملت طبقه من البسكوت، طبقه من الموز. هرص البسكوت ولا رص الموز؟ هرص الموز. وطبقه من الموز وطبقه من الشوكولاته، يبقى عملنا طبقه بسكوت، طبقه موز، طبقه الشوكولاته الاقتصاديه اللي احنا كنا ضربناها وحطيناها في التلاجة تسقع شويه وتتقل عشان يبقى شبه الشوكولاته اللي احنا بنشتريها جاهزه. وهنحطها بقى على الموز كده ونسويها كويس قوي. وبعد ما نساوي الشوكولاته هروح بقى ايه، مزينه باي نوع مكسرات موجود عندي، حتى لو شويه سوداني مفرومين هنزينهم كده. ونبتدي بقى نقطعهم مكعبات، ون ايه، او لو مفيش سوداني ممكن نحط جوز الهند. وهتلاقي معاكي احلى حلا سريع وسهل وبسيط. هتسميه بقى حلا البسكوت والموز والشوكولاته، احلى موز، احلى بسكوت بالموز والشوكولاته، زي ما تحبي. هتلاقيه سهل وبصي ما خدش معاكي 5 دقايق والله في العمايل. وفعلا طعمه تحفه وشكله تحفه، بس هو كان سايح شويه عشان انا ما قعدتوش في التلاجة كفايه علشان التصوير. بس انتي لما تقعديه هيطلع ما شاء الله قطعه بقطعتها. بس بقى واهم حاجه ما تنسونيش في اللايك والشير وفعلوا الجرس واشتركوا في القناه.